السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معانا بدراجون. النهارده فيديو مميز جدا عشان هو تحديث لموبايل الريدمي نوت 9، ولكن مش اي تحديث. المره دي التحديث فيه كلمات واضحه كده بتخليك تقول ان لا، التحديث ده هيخلي الموبايل ما يهنكش، هيخلي برنامج الكاميرا يفتح بسرعه، حاجات تانية كتيره جامده جدا هتشوفها في التحديث ده. فباذن الله التحديث ده هيفرق جدا مع الموبايل، وهو تحديث 12.0.7. والتحديث ده الحمد لله وصل لي قبل اي حد، فقلت اعمل لكم عنه فيديو بسرعه، حتى لسه ما نزلش يدوي. اول لما ينزل يدوي هحط الرابط بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ده. فقبل ما نبدا الفيديو الجامد ده ما تنساش تعمل فيديو باللايك عشان يوصلك برعب بالناس. ولو انت لسه مشترك في القناه ادخل اشترك حالا عشان ربنا باذن الله تعالى نوصل على 30000 مشترك. ايوه 30000 مشترك فعلا الحمد لله. ويلا بينا على الفيديو الجامد ده. بص يا معلم، انت عارف ان موبايل الريدمي نوت 9 جاله تحديثات كتير قوي، عملنا عنها فيديوهات كتير هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو ده. ولكن المره دي التحديث مختلف. بص انا عامل لك تسجيل الشاشه بس عشان تشوف الكلام اللي متقال اصلا في وصف التحديث ده. انت اللي هو ايه ده، انتوا هتحلوا لي كل المشاكل اللي انا بعاني منها حرفيا. في كميه ناس بتشتكي لي من الموبايل ده بالذات نسخه 3 جيجا رام ان هو بيهنج، وحتى ال 4 جيجا رام بشكل كبير قوي. فاعتقد التحديث ده هيبقى ان شاء الله نقطه الخلاص بالنسبه لنا، والدنيا هتبقى زي الفل قدام. فبص يا معلم، نعمل تسجيل الشاشه بس الاول. حلو تمام. نيجي بقى ندخل على الاعدادات. تمام. حول الهاتف. انا عامل لك الموبايل بالعربي عشان طلبتوا مني الموضوع ده، لان في ناس بتتضايق لما اكون عامل موبايل انجلش، مع ان انا بحب كده، بس عشان خاطركم انتوا عامله بالعربي عشان اشرح عليه، عشان مفيش حد يتضايق والناس كلها توصل بكل سهوله. بس بعد كده ندخل حوالين ايه بقى التحديث. هو على 12.0.6 زي ما انت شايف، جالنا التحديث اهو. والتحديث حجمه كبير، المفروض ده نسخه قطه اصلا. نسخه القطه دي لو انت مش فاهم معناهم هسيب لك فيديو يوضح لك الفرق ما بينهم، بس شوفوا بعدين يعني عشان ما تتوهش دلوقتي في الاي اللي فوق دلوقتي. فدي نسخه قطه. النسخه القطه دي المفروض تبقى 150 ميجا، 200 ميجا، 300 ميجا. لما تبقى 673 ميجا ده معناه ان هي يعني فيها تغييرات كتيره، هتفيد الموبايل فعلا، مش مجرد حاجه كده وخلاص. فعامه بيقول لك التطبيقات المحدثه، النظام والكاميرا. ايه بقى النظام؟ بص كميه الكلام اللي مكتوب اللي هو يعني كتير قوي فعلا يعني بص بيقول لك ايه: التحسين سرعه الاستجابه، والتحسين زياده سرعه تشغيل التطبيقات. يعني هو شوف هو مركز في حاجات معينه لان في ناس كتير اشتكت، فغالبا باذن الله تعالى الكلام ده صح وهيكون تمام وزي الفل. ماشي. ايه تاني؟ بيقول لك التحسين اصبحت ميزات النظام المختلفه الان اكثر استجابه. الاصلاح العديد من المشاكل الناتجه عن عدم كفايه موارد ذاكره الرام. النقطه دي مهمه جدا. الناس بتوع 3 جيجا رام باذن الله مع التحديث ده هيستريحوا جدا، لان هو بيقول لك ايه بقى: عدم، يعني بص هو الاصلاح العديد من المشاكل الناتجه عن عدم كفايه موارد ذاكره الرام. لما الرام بتقول لك مفيش ذاكره كفايه، او تيجي تلعب بابجي وتعلق حاجات كتيره قوي كده، الناس كانت بتشتكي لي منها على انستجرام او هنا حتى. تمام. ولو مش تابعني على انستجرام ادخل تابعني طبعا، يعني انت عارف هسيب لك اليوزر نيم دلوقتي فوق، واللينك بتاعه برده في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. المهم يا معلم، بيقول لك ايه: تم تحديث كمان تصحيح امان الاندرويد الى فبراير، وتم زياده امان النظام. دي النقطه الاخيره دي عادي، لكن هم اول يعني بص النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي او هم 4 نقط جامدين جدا. بيقول لك بقى في حاجه بيوضحها لك عشان هو قصده بينوه عن 112.5. فبيقول لك لن تتوفر بعض الميزات غير الاساسيه في النظام مؤقتا. يعني لو حاجه مش اساسيه، حاجه من الحاجات الجديده لسه هتضاف، هي مش متوفره، فده عادي. دي كلمه بيقولها لك بس عشان تبقى فاهم ان التحديث ده مش 112.5. تمام. بس ولسه عاملين فيديو عن الاجهزه اللي اتقبلت في 112.5، بس بقول لك في اللايف فوق دلوقتي. دي الاجهزه اللي اتقبلت فريق تجربه التحديثات، وهيوصل لهم التحديث قبل اي حد، والحمد لله الجهاز النوت 9 اللي معانا ده اتقبل منها. فروح شوف الفيديو ده عشان هيعجبك قوي. بس يا معلم التحديث الثاني بقى، او التحسين الثاني هو بتاع الكاميرا. بيقول لك التحسين ايه هو بقى: تم تحسين سرعه تشغيل الكاميرا، ويمكنك الان التصوير بشكل اكثر سلاسه. في فعلا مشكله انا شخصيا كنت بواجهها في النوت 9 العادي، وانا دايما بقول العادي عشان ما حدش يلخبط بين ال 9 اس و 9 برو. تمام. ان هو يا معلم لما تيجي تفتح تطبيق الكاميرا بيعلق شويه، وكمان لما تيجي تتنقل ما بين الاوضاع بتاعت الكاميرا كان بتبقى تقيله. فباذن الله هتحل في التحديث ده. بس يا معلم فعشان ما نتكلمش كتير بقى ندوس تنزيل التحديث. وزي ما قلت لك التحديث ده اول لما يتوفر بشكل يدوي هنزله لك على طول. هو عامه وصل لي بشكل هوائي عشان انا بعمل التحديثات باستمرار، فالتحديثات بتوصل لي بسرعه. تمام. بس فاحنا هننزله وهسرع لك دلوقتي الفيديو، وبعد كده هرجع لك تاني بعد ما نزلناه واوريكم احنا بنثبته. واعتقد حتى الموبايل باذن الله بعد ما نثبته هيبقى اسلس واسرع بشكل كبير قوي، لان هم فعلا مركزين على المشاكل اللي كنا قاعدين بنطلبها في كل الفيديوهات، وكل الناس اللي بتسالني فيها وبتشتكي منها بتطلبها مني. فيعني اللي هو ايه، مش بقول لك ان انا اللي عملته، لا، قصدي ان راي الجمهور فعلا كده شاومي بتهتم بيه، لان ان هو يقول لك يعني بالتفصيل كده سرعه الاستجابه. انا بتكلم بس كلمتين بسرعه وهو بيحمل. تمام. ان هو يقول لك سرعه الاستجابه، سرعه تشغيل التطبيقات، يعني فاهم اللي هو بالتفصيل كده. دي مشاكل محدده طلبها الناس، مش مجرد هم اكتشفوها. فدي نقطه كويسه قوي. بس كده كفايه بقى نسرع التحديث وبعد كده ارجع لك تاني.
تحديث بسرعه الحمد لله. ودلوقتي هندوس اعاده تشغيل الان، اللي هي كانت لما كنا عاملين موبايل انجلش عشان الناس ما تلخبطش برضه، اللي كان بيحب الانجليش كان اسمها ريبوت. تمام، فانت لو عامل كده يبقى اسمها ريبوت، لو انت عامله بالعربي اسمها اعاده تشغيل الان. بس كده، فانا عامل لك اعاده تشغيل الان وعرض لك الموبايل دلوقتي وهو بيعمل التحديث وبيعدي النسبه المئويه لحد ما يوصل ل 100% بعد ما يفتح. وبعد كده ارجع لك تاني ونجرب كده الموبايل ونتحرك فيه نشوف حاسين فعلا بفرق ولا مفيش فرق. هنشوف الموضوع ده دلوقتي. بس كده، فاعمل اعاده تشغيل وارجع لك تاني باذن الله. وبس كده يا معلم، التحديث بس وهو بيفتح كده من الشاشه اللي انت شفتها في الاخر عرضها لك جنبي دلوقتي. طول شويه، قعد له يجي 10 دقايق تقريبا، بس ما علينا مش مشكله. لما تنزل كده من فوق تمام شريط الاشعارات تلاقي تم تحديث 112 بنجاح. واكيد باذن الله الموبايل هيبقى اسرع واسلس. انا بحركه قدامك اهو، اكيد يعني ما كانش في الاول ما بيشتغلش خالص، بس احنا هنحس ده مع الاستخدام الكتير، هنحس ان هو بقى اسلس بكتير. فاهمني؟ تنزل شريط اشعارات تلاقيه، طبعا شريط اشعارات لسه بقى رصاصي في الريدمي نوت 9 مع انه ما كانش كده، بس بقى رصاصي. كل ده اتعالج في 112.5 في كل الموبايلات باذن الله تعالى. ده الكلام من الشركه، المفروض ان شاء الله تطبقه. بس تنزل شريط الاشعارات تلاقي الدنيا سلسه باذن الله. وانت لما تجرب تبقى قول لي في الكومنتات تحت برضو، سواء 3 جيجا رام او 4 جيجا رام، جرب التحديث وقول لي ايه الدنيا، لان انا متفائل خير قوي بالنسبه للتحديث ده. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، ممكن نفتح حتى الكاميرا كده. تمام، المفروض بص النقل ما بين الاوضاع يعني المفروض يبقى اسرع شويه. فاهمني؟ اهو تمام. انا بس عملت لك على السجاده كده عشان ما اصورش نفسي واللوكيشن كده وانا بصور. تمام، بس فايه وانا عامله بابعاد اهو. ممكن نغير الابعاد. تمام، ممكن نرجع. تمام، ممكن نرجع تاني كده. تمام، نرجع للصوره اهو ونغير الابعاد نخليها 3 ل 4 مثلا اهو. تمام، بس كده المفروض ان هو كده بقى بين الاسرع. تمام، ده على كلامهم. ممكن تقولوا لي برده في الكومنتات تحت، ولكن انا حاسس فعلا ان هو مختلف شويه. تمام، بس يا معلم نعمل ايه تاني؟ نيجي بقى ندخل على الاعدادات. تمام، اهو 112.0.7. تمام اهو. تمام، حول الهاتف اهو. ايه الجديد بقى؟ دوس اهو. اهو زي ما قلت لك الجديد الحاجات دي، فانا شايف ان ده شيء ايجابي جدا. والحمد لله ان احنا يعني الموبايل باذن الله هيتحسن كتير. انا مش منزل على الموبايل ده ببجي لان ده مش موبايل الاساسي، ده موبايل هنا عندي عشان بعمل لك عليه التحديثات والحاجات الجديده، سواء بقى تريكات في واجهه شاومي زي ما انت متعود مني، او التحديثات المستمره ليه. عشان واللي مش فاهم يعني يعني اي واحد معاه موبايل شاومي، الفيديو ده مهم ليه؟ عشان تفهم ايه الايديولوجيه او ايه الفكر اللي ماشيه بيه شاومي في التحديثات المستمره. عشان كده انا بعمل كل تحديث. طب ما انا ليه اتعب نفسي واعمل كل تحديث لكل يعني عملت 12.0.3 تقريبا و12.0.4 و.5 و.6 وادي بوينت 7 للنوت 9. بس ليه انا بتعب نفسي واعمل كل ده؟ ما في فيديوهات اهم انا عاوز اعملها، يعني في فيديوهات تانية عاوز اعملها، بس انا قاصد احتفظ بالسلسله دي وافضل مستمر فيها بالترتيب وما اقطعش فيها ابدا، عشان تفهم ازاي التحديثات بتفيد الموبايل وبتغير حاجات كتير. يعني التحديث ده باذن الله هيخلي الموبايل فعلا معاك بالنسبه اللي كان زمان طلقه، يعني فاهم ان شاء الله. بس فجرب وقول لي تحت في الكومنتات. وكده الفيديو بتاعنا خلص يا معلم، نقفل تسجيل الشاشه ده بقى. تمام، بس كده فالفيديو بتاعنا ده خلص. اتمنى يكون عجبك، وما تنساش تعمل باللايك عشان يوصل اكبر عدد من الناس. ولو انت لسه مش مشترك في القناه ادخل اشترك حالا، عشان باذن الله تعالى قربنا نوصل على 30000 مشترك. وكمان عاوز اقول لك ان في فيديوهات باذن الله الاسبوع ده حصريه وكتيره وهتبقى حلوه باذن الله تعالى. وحاجه اخيره كده، باذن الله انا همشي للجيش يوم 8/3. تمام، 8/3 اللي هو هيبقى يوم الاثنين، واجي يوم 15 ان شاء الله. فالجيش باذن الله اسبوع والاجازه اسبوع، فكده وقت وجودي في الجيش ده برضه هيكون في فيديوهات مجدوله عاملها. هضغط نفسي اليومين دولت اعمل فيديوهات كتيره، حاجات كتيره قوي عاوز اغطيها وتريكات جامده جدا هتعجبك. فهضغط نفسي جامد عشان اعملها واخلصها باذن الله، وهتنزل لك مجدوله. يعني باذن الله في الاسبوع اللي انا هغيب فيه ده ينزل لك ان شاء الله يجي 4 فيديوهات او اكتر كمان باذن الله. وهقول لك طبعا على موعدهم في الستوري بتاعت القناه وفي بوست مثبت على المنتدى بتاع القناه. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.